بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، لما كنت في الثانوية العامة كانت الظروف المادية معايا محدودة، فكنت وقتها بروح أخد دروس في المواد اللي كنت ضعيف فيها، وكنت سايب المواد اللي أقدر أذاكرها لوحدي أعتمد على نفسي فيها وأذاكرها في البيت. فكان بيجي عليا أوقات ما كنتش حتى بقدر أروح أخد درس في المادة اللي أنا ضعيف فيها. ده كان بيسبب عليا ضغط كبير جدا، وكنت بشوف نفسي إني أقل من أصحابي، وان ليه صحابي ياخدوا دروس وانا مش قادر اخد دروس زيهم. كنت دايما شايف ان الظروف دي ظلماني، وان قلة الامكانيات وقتها هتخلي مستقبلي صعب. لكن بعد ما خلصت الثانوية العامة وخلصت الكلية اكتشفت حاجة غيرت حياتي، ان لولا الظروف اللي مريت بيها في الثانوية العامة وفي الجامعة ما كنتش دوست على نفسي ودورت على طرق اعلم بيها نفسي. بدأت اعلم نفسي حاجات كتير جدا. اتعلمت الفوتوشوب والمونتاج، كنت بقعد ادور كده على المواقع وعلى الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب لحد ما اتقنتهم. دخلت اتعلمت السي يو بتاع اليوتيوب علشان افهم المحتوى ده ازاي بينجح ويوصل للجمهور. اتعلمت اتعامل مع الكمبيوتر ومع البرامج بتاعة الكمبيوتر نفسها زي الاكسل، وكمان اتعلمت اساسيات البرمجة. كل يوم كان بيعدي كنت بكتسب مهارة جديدة، وده اللي خلاني مميز في حاجات كتير جدا مقارنة بصحابي اللي كانوا بيعتمدوا على الطرق التقليدية. ورحلة التعلم لحد دلوقتي ما زالت مستمرة معايا، وكل مرة كنت برجع افتكر الظروف اللي كنت بمر بيها وكنت مفكرها عقبة وقتها، وبكتشف انها كانت اكبر نعمة في حياتي. هي اللي بفضل ربنا ساعدتني على تطوير نفسي، وهي اللي خلتني اتعلم حاجات كتير جدا واكون مستقل عن معظم الناس اللي حواليا، وهي اللي خلت عندي شغف اني اطور واعلم نفسي. ده بجانب اني اتعلمت ازاي انظم وقتي وازاي اخطط لنفسي. كل المهارات دي لولا انك وقعت في المشاكل دي واتعلمت ازاي تدور على حلول ليها، هو ده اللي بيطورك وبيخليك انسان احسن. طيب ازاي بقى تكون متفوق حتى وانت مش بتاخد دروس في الثانويه العامه؟ اول حاجه عايزك تعملها هو انك تستغل كل مصدر مجاني بيقدم شرح. يعني انا لو في برنامج معين بيقدم شرح الماده دي والاستاذ اللي بيشرح الماده دي كويس وهفهم منه، هدخل اشوف ده مجاني ولا لا، اقدر استعمله ولا لا. لان في برامج كتير جدا بتقدم بعض الدروس المجانيه علشان تقدر تشترك بعدين. فلو ده متوفر مجاني استخدمه واستغله. عندك بحر اليوتيوب مليان فيديوهات، لو دورت لمدة شهر هتلاقي كل الدروس او هتلاقي الدرس ب20,000 شرح مختلف تقدر تشوف الأنسب ليك. كمان الكتب بتاعتك، الكتاب بتاعك الأساسي اللي بتاخده من المدرسة هو المصدر بتاع الامتحانات بتاعتك آخر السنة. فكل ما ركزت على حل الأسئلة بتاعته كل ما كانت نسبة حلك للسؤال في الامتحان كبيرة جدا. كمان حاول تحل الامتحانات اللي فاتت او الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، ودي اهم طريقة تقدر تعرف بيها شكل السؤال بيجي في الامتحان ازاي وطرق الحل بتاعته كانت عاملة ازاي. وحاول انك في النقطة دي تضغط نفسك اكتر، وهو انك تحدد لنفسك وقت او تحل الاسئله دي تحت ضغط الوقت. يعني اعتبر نفسك في امتحان بالظبط. الامتحان لو مدته ساعه حط لنفسك كده تايمر ساعه انك تحل الامتحان ده، وتحاول تعمل سكور كمان وتحل الامتحان في اقل من الساعه. ده هيعودك على الضغط علشان ما تجيش تكتشف انك وقت الامتحان مضغوط ومش عارف تحل. كمان اسال عن الاسئله الصعبه اللي انت مش عارف تحلها، وده تقدر تعمله عن طريق انك تسال اي استاذ انت تعرفه او تسال اي حد من صحابك الشاطرين في الماده اللي الاسئله بتاعتها دي صعبه. انت كده استغليت طرق مجانيه وساعدتك كمان في الحاجات اللي انت مش فاهمها. حاول تتعلم ازاي تستخدم الخرائط الذهنيه او الحاجات برضو اللي هتساعدك على تثبيت المعلومه في الذاكره عندك، ودي بتتلخص في الخرائط الذهنيه والملاحظات وتلخيص الدرس اللي انت بتذاكره. وركز جدا على فهم المواد او فهم الدروس اللي انت بتذاكرها بدل ما بتركز على الحفظ، لان ساعات الاسئله بتيجي في الامتحانات بشكل مختلف، فادراكك وقتها هو انك تكون فاهم هو عايز ايه او فاهم الحل علشان تقدر تحط الاجابه النموذجيه بتاعتك. اخيرا وهي تنظيم وقتك. مش لازما عدد ساعات اليوم بتاعتك كلها تكون منظمه، كل الفكره بس انك لو هتذاكر بس ساعه واحده في اليوم تذاكر بفاعليه. يعني تبعد عنك كل الحاجات اللي هتشتتك وتفتح كده الكتاب بتاعك وتبدأ تذاكر. أي حاجة هتكون شاطر فيها لازم ترمي نفسك الأول فيها. فبتخطيطك وتنظيمك لوقتك هيقلل من عليك الضغط وهيخليك عارف
الطريق نهايته فين. وفي الآخر عايز أقول لك إن الظروف المادية بتاعتك في الثانوية أو في غير الثانوية مش هتفرق في حاجة، المهم إزاي بتستخدم المتاح اللي موجود في إيدك. عمر النجاح ما كان بالدروس، ياما ناس خدت دروس وما زالت فاشلة لحد دلوقتي. النجاح بيجي بالإرادة وبالاجتهاد. افتكر دايما لو ركزت واشتغلت على نفسك هتكون مش بس زي اللي بياخد دروس، هتكون أحسن منه كمان وبطريقة فظيعة. دي نصايح سريعة تقدر تستخدمها علشان تطور من نفسك بإذن الله وتوصل للي انت عايزه في الثانوية العامة او في حياتك. واتمنى الفيديو يكون عجبك. لو لسه مشتركتش لحد دلوقتي ساعدنا على ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الطلاب او اكبر عدد من الناس اللي مهتمية بالمعلومات دي. واشوفك في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.